السلام على احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل لكم فيديو اعاده تدوير لبعض الحاجات. زي ما انتم شايفين كده انا جايبه توم. كان عندي كميه توم كبيره ومخزناها، وببص لقيت التوم اغلبيته نشف زي ما انتم شايفين كده. حوالي 80% نشف و10% ابيض و10% صوف. طبعا مش هنرميه، يعني كان زمان كنت برميه، اول ما بشوفه كده برمي الراس كلها على بعضها واشوف غيرها. دلوقتي طبعا الحاجة اتضرب تمنها في 10. كل حاجة غليت وحرام احنا نشتري حاجة ونرميها في الزبالة ونرجع نشتري اللي احنا رميناه ده نشتريه من بره بفلوس قد كده. زي ما انتم شايفين كده انا فصصت كام راس توم كده، لقيت منه الناشف حطيته على جنب، اللي هلاقيه ابيض كده برضو الاستعمال الاكل زي ما انتم شايفين كده هحطه على جنب. ولو لقيت واحده مصوفه او طريه بتترمى. يعني لو لقيتي واحده وانت بتفصصي كده مصوفه طريه ترميها. لقيتيها بيضه بتحطيها على جنب علشان تشيليها للاكل، اكلك اللي انت بتعمليه العادي. اما الناشف اللي هو الاصفر ده هو مش هيترمى، هيتعمل منه احلى بودر انت بتشتري تاني. زي ما انتم شايفين بوريكم واحده مصوفه اهي، دي ما تستعملهاش خالص طبعا، دي تترمى في الزباله. حرام الحاجات دي تترمى، وبعد كده بنرجع نشتريها تاني من اي هايبر او من اي سوبر ماركت بفلوس قد كده. هنعمل الكمية كلها، طبعا مش هعمل الكمية كلها زي ما انتم شايفين، هنعمل جزء من التوم اللي عندي علشان الوقت. وهنجيب صينية كده نضيفة وهنحط فيها كمية التوم اللي انا فصصته. هتنقي اي فصوص بيضة كده وطرية، الطازة دي هتشيليها على جنب تنفعك في ايه، في الطبيخ. اما الكمية الصفرة دي اللي هي نشفت هناخدها نسيبها ليلة كده على الرخامة كده تنشف لتاني يوم. بعد كده هتتحط في الفرن حوالي من 5 دقايق ل7 دقايق مش اكتر، كأني بتحمصي فول سوداني كده. او هتطلعيه وهو طري، ومش هيبقى ناشف قوي وهيبقى طري علشان ما يغمقش منك. وهتبصي بعد 5 دقايق كده هتلاقيه نشف معاكي. هتحطيه بقى في المطحنه بتاعتك، وبعدين هتحطي في الكميه، يعني الكميه اللي انت هتحطيها، عشان نسيت اصور اللقطه دي بعيدها تاني. حط جزء من الثوم وبعدين هتحطي معلقه نشا عليها. معلقه النشا دي بتخلي الثوم يتطحن معاكي بسهوله، وفي نفس الوقت يبقى لونه زي ما انتم شايفين كده فاتح زي اللي بيتباع بالظبط في اي هايبر. شايفين ناعم، وما اقولكمش على الريحه بقى طلعت في منتهى الروعه. انت بتعمليه بايديكي، بصي كميه قد ايه من الطبق اللي انا كنت عاملاه. يعني ده عمل لي برطمان. البرطمان ده انا بملاه بحوالي من 35 ل 40 جنيه كده، هو لما باجي اشتريه بمليه بحوالي 40 جنيه. انا كان حاجه هرميها في الزباله، دي نفعتني وما شلتها ووفرت معايا فلوس، وفي نفس الوقت حرام الفلوس اللي كنت هرميها رجعت لي تاني بمنتج تاني ومنتج اوفر، وفرت لي فلوس وفي نفس الوقت نفعتني في كل اكله انا بعملها.